توليت. جميل، ده شاب جميل. يعني طبعا هو محلفني ان ما حدش يعرف هو مين، يعني انا الوحيد اللي ده هي النقابه اساسا كشفت هويته للجمهور. لا خالص، لا النقابه كشفت هويته، يعني اتقال كمان انه النقابه اتعاملت غلط مع ان هو كشفت الهويه دي. النقابه ما زلنا قعدت اعاني فيها كتير. كان معانا حد كده يعني الله لا يمسيه بالخير، لان انا مش بعرف اقول بقى الجو بالدبلوماسي يعني. اسرار النقابه كلها بتطلع بره من شخص جوه قاعد معانا، احنا بنقعد نجتمع نلاقي اسرار النقابه بره، عبال ما نخرج نلاقي اللي قلناه من راجل كده معلوم للجميع ومعروف يعني على مدى عمره كله. فالشاب ده لما جاني هو ربنا رزقه بالكاركتر اللي عامله ده يعني، فاضطر بعد ما قلت لازم اعرف مين ده، مش هرخصه تاني لما اعرف مين. فجاني شاب زي ابني وقال على البتاع وصور معايا وقال لي سياده النقيب والنبي انا تعبت جدا وبامنك. عايز يعمل لنفسه كاركتر. هو يعني خلق هو ما بيقولش كلمه غلط يعني، كفايه يكفيني انا بتكفيني يعني، ما فيش كلمه غلط. حته بقى ان حد طلع ده هتلاقي ربنا يجازيهم، لان الواد حلفنا شاب بيبدا حياته فرحان بنفسه وبنجاحه وامنك امانه وحلفنا احنا لينا، احنا عندنا كارنيه باسمه لانه بيشتغل بالبطاقه. فلما شاب زي ده بيبدا حياته تعب فيها، ولو حد خرج سره حسبي الله ونعم الوكيل يعني. يعني دي من الحاجات اللي بتخلي الواحد يقرف، انك انت تبقى قاعده مع ناس المفترض ان هم محترمين، وداخل لك ابن من ابنائك لو حبيبه ربنا يخليها لك او فرح بنتي او حد بيقول لك والنبي يا طنط ما تقوليش ان انا مع حضرتك اهو وكل حاجه وماشيه معاك سليم، واتمنيتك على ده. انا كنت قادر اقول له لا ما اقدرش، انا لازم اقول انت مين، لكن انا حصل مني اللي قلت له يا ابني والله